اول مره احط كيكه في الفرن 10 دقايق تطلع باللون اللي انتوا شايفينه ده كده يا جماعه. عايزه اقول لكم دي ظهر الكيكه، بصوا عامله ازاي. بس اقول لكم وصفتي النهارده تحفه، بس ايه البوتاجاز خني بقى وطلع اللون ده. تعالوا اقول لكم انا عملت بقى ايه البودنج الحلو ده او الكيكه الحلوه او الفطيره الحلوه دي للولاد بايه بقى. تعالوا. عندي حوالي عن ربع كيلو من البطاطس، يعني زي ما انتوا شايفين كده، بطاطسية كبيرة وبطاطسية صغيرة هقطعها مكعبات. عايزة اقول لكم الوصفة دي بتبقى خطيرة كمان في المعجنات. يلا بينا قطعنا البطاطس بتاعتنا نحطها كده في حلة مع كوباية مية وكوباية لبن، ونسيب البطاطس دي تتسلق كده يا حلوين. يلا بينا. يلا بينا. هتعملي ايه يا تيتا؟ ما انا بقول لكم الوصفة دي خطيرة. اعملي بيها اي معجنات تحبيها في الدنيا. النهاردة هنعمل ايه؟ كيكة البطاطس بتاعتنا استوت كده في قلب اللبن. هنجهز 3 بيضات، حابة تعملي بيضتين مفيش مشكلة. انا حبيت كده ازود القيمة الغذائية للكيكة بتاعتنا عشان الولاد بقى لو كلوا منها او خدوها في اللانش بوكس تديهم قيمة غذائية. خلاص. هكيس من الفانيليا عليها ايه كوباية من السكر، واروح بقى ايه ضربة ده كله في الخلاط مع اضافة ايه كوباية الا ربع من الزيت. خلاص. يلا نضربهم كده ضرب كويس. عايزة اقول لكم النهاردة وصفة خطيرة. ضيفي البطاطس على اللبن واعملي اي مخبوزات في الدنيا، فقلنا نعمل منه النهارده وصفه الكيكه الحلوه دي. خلاص كده. هروح بقى نخله كوبايه من الدقيق، كوبايه واحده من الدقيق زي ما انتوا شايفين عملت معانا الصينيه اللي انتوا شفتوها في الاول. خلاص. هروح بقى مجهزه كمان معايا ظرف من من البيكنج باودر، وسنة ملح صغيرة، ومعلقة من الكربونات. خلاص كده يا حبايبي. وكله كمان كده هننخله. خلاص. بدأنا كده بالبيكنج باودر ومعلقة من الكربونات صغيرة خالص وذرة ملح. وقلبي بقى الخليط بتاعك دوت. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. ولو وصلتوا لغاية هنا ما تنسوش تيتا بلايك ومتابعة يا حبايبي عشان يوصل لكم كل جديد. هنضيف عليهم بقى البيض والسكر اللي ضربناه مع بعض والزيت زي ما انتوا شايفين، خليط الكيكة العادي بتاعنا. وهنضيف بقى في الخلاط البطاطس باللبن اللي احنا ايه سويناهم مع بعض بالشكل ده كده. خلاص كده يا حبايبي. هنضربهم بقى كويس. لو انتي بقى حاسه ان البطاطس بتاعتك مش هتبقى مستويه قوي، ضيفي عليها بقى كوبايه الزيت اللي احنا حطيناها في الاول وصفيها. كده بقى هنضرب الخليط البيض مع الدقيق زي ما انتوا شايفين، وطبعا خليط البطاطس باللبن معانا في الخلاط. هننزل زي ما انتوا شايفين كده في قلب البوله ونقلبهم كلهم مع بعض. وفي نفس الوقت دهنين ايه الصينيه بتاعتنا سمنه ورشينها بايه بشويه دقيق كده بدرناها. وانزل بقى بالخليط كله زي ما انتوا شايفين، والفرن سابق التسخين، وبقى ايه اخبطها كده خبطتين على الرخامة. وبعد 10 دقايق حصل اللي حصل، طلعت باللون ده. شايفين انتوا غمقت من فوق، وعايزة اوريكم بس شكلها من تحت عاملة ازاي. شايفين؟ بس عايزة اقول لكم الكيكة بتاعتنا خطيرة. تعالوا بقى نطلع كام قطعة كده في الطبق الكبير ونعمل معاهم شوية شاي بلبن. وكده بقى ايه نفتكر الطبق بتاعنا ده فيه كل القيمة الغذائية. شاي بلبن بقى وبطاطس ولبن وبيض. عايزه اقول لكم كل حاجه فطار متكامل. وكده بقى وصفتي خلصت النهارده، وبقول لكم بقى اتفضلوا معايا. وما تنسوش تيتا بلايك ومتابعه حبايبي عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم على خير، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.